حرصنا النهارده ان احنا نقدم اللعيبه الجداد واللعيبه اللاعبين والاداره. احنا السنه دي كنا بنحاول بقدر المستطاع نجيب اللعيبه اللي الفريق محتاجها. بس قبل ما نتكلم عن اللعيبه، الجهاز الفني من النهارده يكون كابتن مؤمن مساعده علاء، ومعاهم ايمن طاهر مدرب الحراسه. الجهاز ده هيجيب مدير فني اجنبي خلال اسبوع. مجدي ولا علي يا ابني؟ انت قلت لي مجدي. رمزي ورا قديم انت اخوك. حد ناقص تاني؟ لا مجدي بس. نوجه الشكر للكابتن محمد حلمي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بذل كل جهده بإخلاص هو ومعاه جمال عبد الحميد وعبد الحليم علي، لكن الظروف لم تكن مواتية بالنسبة له. وأكد إن كانت بداية النهاية للعلاقة اللي بيننا وبين هذا الجهاز هو ماتش اللي اتعمل في نيجيريا لما صمم على عدم يسافر معاه كوفي وايمن حفني، اعتقد كانت كهرباء كمان. من حق الجهاز الفني يقول مين في 18 دول يلعب. هو الكلام ده والناس موجوده، بس مش من حق الجهاز الفني يدي عقوبه مش موجوده في اللائحه. العقوبه في اللائحه خصومات 50,000 30,000 40,000 100,000. الايقاف ده سلطه مجلس الاداره. فلما طلب استني اللي راح الاهلي سيد عبد الحفيظ قال استني في الاهلي. احنا هنا في الاهلي ولا في الزمالك؟ اتفضل يا سيد. مرتضى منصور لما بيخش في صفقه بياخدها، ولما يحب يدبسك في اي صفقه بيدبسك. معمول 25 مليون، تمام؟ مروان 25 مليون، 10 و15 دلوقتي. فين الاخ استاذ؟ انت فين دلوقتي؟ ايوه الزمالك. زمالك ماشي. تاني يقول لك يا سيد عبد الحفيظ بلاش تلعب معايا الكلام ده، عشان انا من 2005 لما عمرو زكي كتب في رجاله الاهلي انه راح الاهلي خلاص، وفوجئوا ان هو موجود في الزمالك. هو في وسط الزمالك. انا بس عايز قبل ما اتكلم في نرحب بيه كل واحد يقدم نفسه. مجله روز نيوز في الاسبوع ده بتاع يوم السبت في عيل عبيط اسمه علي معلول. تاني عيل عبيط اسمه علي معلول. عايز اقول له يا علي اسال رؤساء ناديك وكل انديه تونس نادي الزمالك ايه؟ كاتب يقول له هتفشل. انا مش هفشل عشان انا مش في نادي الزمالك. انا مش هفشل عشان انا مش في نادي الزمالك. لهبل اللي تفهمك الكلام ده. بقول لك يا علي انت غير مرحب بيك في مصر. لان انا لو قعدت استني واتكلم عن النادي الاهلي بالطريقه دي، النادي الاهلي نادي فاشل، انا مش هقبله. فبقول له يا علي ايه ده؟ واهمت
الراجل بتاع المخده خد الدوري بينا احنا اللي ماتش المصري بالعند اللي يا جماعه انت يا كابتن عايز كلمتها بره. ماتش المصري اللي صمم الجهاز انه يستبعد كوفي وايمن حفني بالمخالفه للائحه، وانت كنت محتاجهم. لو كنت كسبت الماتش ده الاهلي تعادل مع الاتحاد كان 3 جول كنت ممكن تاخد الدوري، لكن مش مشكله. بقول لي علي معلول انت مش مؤدب مش محترم لو الكلام اللي منشور في روزا اليوسف انت قلته. ادي 1. 2 لو انت راجل قول لي مين في الزمالك فوضى. انت اول ما جيت قبل ما يفهموك قلت انا فوتني الانديه في اوروبا وفضلت الاهلي، ده شيء عظيم. الزمالك عمره ما فوضى. لو انت راجل وتنسى بجد التوانسه دول ناس رجاله جامدين محترمين قول لي مين في نادي الزمالك فوضى. ادي 1. 2 عشان نخلص من موضوع كوفي. دي الفلوس اللي خدها كوفي ومضى عليها. عليه 56,000 دولار. والولد الصايع اللي عمل له البيان ونزله بالعربي كوفي ما بيكتبش عربي. كوفي بعت رساله مظبوط قال لك فيها ايه؟ كوفي قصته بقى الناس اللي قاعده تسخن الدنيا. طبعا احنا عندنا قد كوفي 100 مره شالينا ناس اجمد من كوفي وموفي 100 مره يعني. بس عايز اقول لبعض المصريين وبعض الاهالي الصايعه اللي بتكتب بيانات على المواقع وان الزمالك عليه فلوس للولد اهو هسيبها لكم خروجوا تصوروها. عليه 56,000 دولار. اخر مبلغ واخده في نادي يوليا. يعني مفيش اسبوعين 3 الشهر اللي فات. خلاص؟ انما كوفي بعد ما عرفنا انه راح بالاتفاق السعودي ونائب رئيس الاتفاق كلمنا وقال من فضلكم عايزين ناخد الولد بالطريق المشروع، يبقى اذا كوفي ما يهربش عشان فلوس كانت ليه عند النادي، لا هو هرب علشان كوفي راح اتفق هرب زي فيريرا بالظبط. وللاسف الشديد اي عيل صايع فيريرا او كوفي عيل دلوقتي بيهرب عنده حاجتين، يا ما خدش فلوس يا مرتضى منصور بيتدخل في شغلي. حاجه عبيطه يعني. الراجل ده موجود اهو. فين مؤمن؟ اهو. اقسم بالله انا لا اعرف تليفونه ولا كلمته ولا اعرف التشكيل وهو موجود قدامكم. تمام؟ انما الافلام الهندي دي بتتعمل اي واحد فاشل يقول لك اسمي ايه؟ ضربني على قفايا، جاب لي خرزانه، شدني من ودني، عرفت بص الكوفي هتصوروا الورق كله عشان تعرفوا هو اللي مديون والورق كله جاي مختوم ب 56,000 دولار. نادي الزمالك معهوش فلوس لحد. نادي الزمالك لو انتوا رجعتوا عبد الواحد ولا اسمه عبد الواحد كان جون عبد الواحد او فتح الله واحمد سمير او احمد حسن هتلاقوا ان ليهم فلوس بتاعتهم دي من 4 سنين. انا اللاعب لما بتاخر عليه اسبوع احمد توفيق يقول لي ايه؟ شممني الفلوس. شممني الفلوس. هو موجود اهو. تمام؟ عرفت مشكله كوفي؟ مشكله كوفي بعض المصريين اللي هربوه وجواز سفره اللي معانا اللي عليه الاقامه ازاي هرب من مصر وجواز سفر موجود. طبعا في بلاغ في النيابه ونعرف. نائب رئيس النادي عمل محادثه تليفونيه واعتذر الراجل وقال انا عايز عاره او اشتريه. يبقى القصه اصلا مش ايه؟ مش فلوس، القصه هو عايز فلوس اكتر في السعوديه. نيجي بقى الصفقات الجديده. الاستاذ محمد ابو سعود عندكم اسالوه لم اطلب محسن مروان. ميدو جابر عشان في واحد النهارده مسؤول في النادي الاهلي محترم كده بيقول ان هو لما ميدو جابر ده اخوان مسلمين مرتضى كان هياخده ايه؟ لا فاكر كنت منساه لما لبسته لك ب 14 مليون. فاكر الشيخ لما قعدت معاك لغايه ما بقى 10 مليون. انا معاك، انا برضه يعني مصلحتي اخلص الفلوس اللي معاك. هي داخل مليت في جيبك. ايوه انا كنت رئيس نيابه الفيوم. ميدو جابر اخوان مسلمين. وايه المشكله؟ هو ابو تريكه اخوان مسلمين وسيد حافظ اخوان مسلمين. يعني ايه المشكله يعني؟ هو الناس كلها هناك اخوان مسلمين. ما دام ما بيرميش قنبله،
ما دام ما بيعطلش يقاطع ما عندناش مشكله معاه. لكن هو ميدو مضى مع احمد مرتضى في وجود عاصي وكيله، وكان العرض بتاعنا 4 مليون. فانا عشان بحترم محمد عبد السلام وكل الانديه قلت له نديله العروض معاه ونستأذن الراجل الاول. اعتقد مضوا في مكتب قصر الزمالك في الزمالك. كلمت محمد بيه عبد السلام قال لي ما عنديش مشكله خلاص. الاهلي دخل في الصفقه خلاها 6، قلت له خليها 8 خليها 10، قلت له طب نخليها 12 واخده. محمد عبد السلام قال كلمه اعتقد عمرو الجنايي شاهد عليها. قال ما بقاش راجل ميدو يا في المقصه يا في الزمالك. هو اللي حكم على نفسه. لما قالوا لي 12 مليون قلت بس شكرا. هديه مني للنادي الاهلي. زي صالح جمعه، زي احمد الشيخ لو تفتكروه، زي اسلام رشدي فاكرينه، زي حسين السيد برضه القصه برضه بنروح جايه مع بعض كده. وبرضه بنحب نناقش بعض احنا والاهلي شويه. تمام؟ زي واد اسمه سماكه، اسمه كان اسمه ايه؟ عمرو سماكه فاكرينه؟ زي محمد عبد الله. بحب العب انا كده وانا قاعد في مارينا اعمل شويه شغل كده خلاص، وانا حابب ده والنادي الاهلي حابب ده. انما انا في النهايه اشتريت اللعيبه اللي انا محتاجها. هنقدمهم واحد واحد. هنبدا من اليمين، هو هيقدم نفسه ويقول مركزه وكان بيلعب فين. محمد مسعد بيلعب هاف يمين وهاف شمال جاي من مصر. من مقصر. هو مش عنده المقص عشان مكسوف بالراجل. لا لا بقى ما اقدرش اروح. اتفضل. محمود حمدي بلعب سردباك. شغلتك ايه؟ بلعب سردباك وجاي من طلائع الجيش. لا انت عايز تقول الدفاع مدرب الشباب. حسني فتحي باك ليفت جاي من مصر المقصة. باك ليفت وباك يمين الاثنين مع بعض. مش طيب. اسلام جمال جاي من عرب النادي بس يا ريس بدفع عرب النادي الاسماعيلي وانا من نادي الزمالك وبلعب مصر. طلع الجيش. شاوي السعيد لاعب نادي الاسماعيلي. قول لي مركزك ايه؟ مسام وبطريق. محمود بنجا نص ملعب ومقصر. في الجول؟ ماشي. محمد ناصر باك شمال جاي منين؟ محمد ناصر باك شمال جاي من محمد بقى قطع الناس هناك سابقا ونزلت عليها وبعدين رجع في ناس هناك. Good evening everyone. Stanley Hauchi, striker from Wadi Denia. قال لي الواد يا راجل برافو عليك. ربيع صلاح مصنع نادي الزمالك وتعالى سموحه وجالس من الزمالك. صلاح ابراهيم باك يمين جاي من نادي داخل باك ليفت جاي من نادي الأهلي. فاضل مجدي وريكا. ماشي. احنا خدنا اللي احنا محتاجينهم. افضل لعيبه في مصر خدناهم. بفضل الله وده ما يمنعش. احنا بقى عايزين نقدم اللي قدام اللي هم مصر. وصل طيب ماشي. كان بتقول ولا ايه؟ هيقدم نفسه مكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد مجدي من بورسعيد من ناشئين النادي المصري. طبعا شرف لي إن أنا ألعب في نادي كبير زي نادي الزمالك، وإن شاء الله بإذن الله يكون إضافة قوية لنادي الزمالك مع زملائي طبعا اللي جم، وتبقى منافسة قوية جدا إن شاء الله إن إحنا هنستعيد الألقاب بإذن الله.
تبقى بدايه كويسه ان شاء الله باذن الله. اتفضل بتقدموا لي بقى القدام هنا، تعالوا لي هنا بقى القدام. يلا عم طارق، يلا عم معروف، يلا عم ميوكا، يلا اخويا انت وهو. 5 في عين اللي هيقر علينا، هيقر على العيال الغلابه دول كلهم غلابه. ده طارق حامد مخلص بيموت في الفلوس. اللي بعديه يلا ميوكا ده لاعب جامد جدا، بس للاسف كل الاجهزه اللي فاتت ما ادتلوش الفرصه. ده لاعب 7 مباريات جاب 6 جوان او 7 جوان على ما اعتقد. ان شاء الله لاعب مؤدب جدا ملتزم. انت فاهم بقول مش فاهم حد يترجمته يعني. يلا يا عم. ده طبعا علي جبر، طبعا عندنا اثنين علي، بس ده علي الاصلي، وطبعا الثاني علي، بس علي امبارح رجع لمستواه اللي هو المستوى المحترم جدا 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 جدا، وانا سعيد بالمنافسه بين الولاد. علي جبر من ساعه ما جه ما عملش مشكله واحده. اتفضل يا علي. السلام عليكم. السلام عليكم حاج. معروف انك تعرف عربي؟ انجلش؟ واتس يور نيم؟ معروف. ماشي. معروف برضه لاعب من اللعيبه المهذبين جدا جدا. ما عملش مشكله من ساعه ما جه ومكانه محجوز، وان شاء الله السنه دي ان شاء الله لانه عقده فاضل له سنه هيجدد له باذن الله ان شاء الله. ما تخليش دماغ الاخر عشان ده كابتن الفريق. ده باسم ان الولد سيرد باك بتاع اسماعيلي فرمي. اول مره اشوف كوره يبقى فيها 2 بلانتي في وقت واحد. هل اللعبه الاولى البلانتي ولا اللعبه الثانيه بلانتي؟ باسم طبعا يرجع لمستواه بقاله فتره، بس امبارح كان في قمه التالق، ودي الروح اللي احنا عايزينها. المنافسه تبقى بينه وبين ستانلي وبين جعفر وبين بعض كلهم. لا انا عايز المنافسه اللي بتخليه متحمس، وكان بيموت نفسه في الملعب امبارح. بص هنا ويبدو ان الشعر الاسود كان نتيجه معاه. رامي طبعا ده كان مفاجاه امبارح. يعني انا لما كان الجهاز الفني بيختاروه السنه اللي انا متابعه يعني. رمزي لما لعب في مكانه امبارح ده مكانه. فقال لك والناس كلها استغربت، قالوا اللاعب ده الزمالك اشتراه امتى؟ لا احنا شارينه بقاله سنه تقريبا، برضه من اللعيبه المحترمين وربنا يوفقه ان شاء الله. فين ايمن؟ طبعا ده مش محتاج تعليم. يعني ده ملتزم وظلم. لما قالوا لي متمرد مش عايز ينزل تمرين، واكتشفت ان كل ده كذب. من اكثر اللعيبه الملتزمه في نادي الزمالك ايمن، من اكثر اللعيبه الحريفه في مصر ويمكن العالم كلها، ربنا يوفقه ايمن. كلكم شفتوه مش ماتش امبارح بس. ايمن مستواه ثابت، بس حط له مصطفى فتحي قدامه كده تدخل يا مؤمن، كده تدخل. لو انت حط مصطفى فتحي قدامه بيعملوا شغل جميل جدا ومحترم جدا. ونوعيات اللعيبه الحريفه زي النادي الاهلي مثلا كان في رمضان صبحي، من اللعيبه الحريفه اللي انت تستمتع من علوم، زي ايمن، زي شيكابالا، زي مصطفى فتحي. في لعيبه كده تحب تتفرج عليهم. ايمن ربنا يوفقك. فاضل مين؟ مصطفى الشيطان بيلعب في دماغه ان شاء الله. الشيطان عايز يسافر، هيسافر وهيطلع، بس يطلع نادي كبير بمبلغ يليق بيه وليه بنادي الزمالك. مصطفى كان مركز امبارح. مصطفى لاعب موهوب كلكم عارفينه، الزمالك محتاجه، بس لو جاله عرض محترم يليق بيه وبالنادي. احنا عمر جابر كنا محتاجينه، عبد الشافي ما كانش عندنا باك شمال
احنا اول مره يبقى عندنا باكين شمال امبارح. مصطفى ربنا يوفقك، جالك عرض محترم وسيبك من الوكلاء، انا عندي 3 4 وكلاء ان شاء الله يتخطفوا قريب ان شاء الله. مين لسه ناقص يا جماعه؟ فين الاداره؟ وبعدين شماله فين؟ اداره؟ في حد بعدك يا اداره؟ عمر مدرب بيتفسح ورا شنو خلينا دلوقتي فين يبقى له ساعة في المكتب معايا. بديل الشباب كابتن الإدارة قائد في حتى لو في جوه في الشرطة في الملعب قائد ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه الموسم ده باذن الله ان شاء الله. هيبقى موسم محترم للفريق كله وربنا يوفقه. حد لسه ناقص؟ تعالى يا عمر. ليه مش عمر كلكم عارفينه وانا سالت عليه قالوا لي دور واحد دور كويس جدا وده السبب ان احنا ما اشتريناش الراجل. عندنا الشناوي وعندنا جنش وعندنا عمر ربنا يوفقه ان شاء الله. كابتن الفريق لابس اسود ليه؟ انت اسماعيلاوي ولا ايه؟ طب انت لابس بنطلون مقطوع يا باسل؟ احنا منين يعني الكلام ده؟ طب فطرت بنطلون مقطع كده؟ طيب. كابتن شيكابالا وكابتن محمد ابراهيم. انا اللي مرجع الاثنين. شيكابالا تسبب في مشيان عضو مجلس الاداره اسمه احمد سليمان. مشكله شيكابالا مشكله محمد ابراهيم اللي انا قلت لمحمد ابراهيم لازم ترجع ورجع. فشيكابالا قال لي انت عملت ايه؟ قلت له اديت له الحقنه مظبوط؟ فقال لي انا عايز الحقنه دي، الحقنه عن الثقه. هو واخد كل الثقه كابتن الفريق، هو عليه مسؤوليه كبيره جدا 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 للولاد من الولاد كلهم ان شاء الله باذن الله. انا بقول للولاد كلهم اي لاعب ملتزم هيبقى فوق دماغنا. اي لاعب هيشوح الحكم تاني، هيضرب لاعب منافس من غير كوره، هيشوح لزميله في الملعب على كوره راحت يمين او شمال، هيشوح للمدير الفني او المدرب او المدرب المساعد، ملوش مكان عندنا. كلام واضح؟ ملوش مكان عندنا. في لاعب اتعرض علينا ناخده وانا عرفت انه سلوكياته مش منضبطه. تمام؟ لا انا عايز رياضيا فنيا بدنيا اخلاقيا منضبط. اللعيبه هو بقول لكم قدامهم كلهم والاحسن لعيبه في مصر. الاحسن لعيبه في مصر. هذه الصفقات ليس حاجه واحده بس. وانا مش عارف اعملها ازاي. ونجيب الصوره مع احمد سليمان عشان تبقى صفقه. الصفقه غير محصوره مع احمد سليمان مش صفقه. مش ممكن يا احمد ان انا اكلم رئيس النادي واكلم اللاعب واتفق واقول لك خد عقد انا اسف زي اي موظف واقول لك روح امضيه تيجي تقول انا الجنرال اللي جبت اللاعب. تاني بقول لك اهو ولو تفتكر والاداره موجود لما جينا نجيب الولاد اللي هو الشرطه معروف والدار وخالد قمر اللي هو المكان بتاعه وكلمني وهو بيعيط قال لي سيد عبد الحفيظ انا مش عارف ايه كان علاء صادق فاكر علاء صادق وحطيت معاهم ومحمد عبد الوهاب خلاص جايبين شنطه فلوس واخدوا العيال. انا اللي كلمت وزير الداخليه يا استاذ احمد وجبت الثلاثه. فقصه انك انت كل شويه تنزل صوره ملاعب انت اتصورت معاه في بيت احمد مرتضى ده انا عايز قدام بيت احمد. هو انت مش صورت مع اللاعب؟ طب ما هو مين اللي بيصور مع كل اللعيبه؟ يبقى مين اللي جاب اللعيبه؟ اهمد يا ابني بقى عيب. وبعدين بقول تاني ما يحدث من نادي الشرطه شيء غير طبيعي. كل اللعيبه جبناهم في ثانيه. كل اللعيبه نادي الشرطه متعنت تعنت شديد. فريقه لا عايز مدفوع مقبول الدفع، لا انا عايز نعدهم الاول نبعت، لا اصل مش عارف مين مش موافق، لا مش الشرطه كده. وانا مش جاي اشحت منك. واذا كان احمد سليمان بيسلطك يعطيك انت وبقول للسيد وزير الداخليه تاني من فضلك حضرتك عارف اكتر واحد يحترم الشرطه هو رئيس نادي الزمالك. اكتر واحد يحترم الشرطه في عز ما حصل في 25 يناير والناس كلها بتضرب
الوحيد اللي كان بيدافع عن الشرطه هو مرتضى منصور. مش ممكن كل يوم ابعت مندوبين من عندي والواد يجي يروح يعيط مش عايزين دول السجنه والشيكات موجوده، فاقول لسياده وزير الداخليه مش هنقبل ده. نادي الزمالك مش نادي صغير، نادي الزمالك نادي كبير زي نادي الاهلي بالظبط. انا في النهايه بشكركم، بشكر اللعيبه بالجهاز الفني زي ما قلت النهارده خلاص مؤمن وعلاء وايمن طاهر، وطبعا عندنا مدير كوره واحد فقط لا غير، وكل اللي بيحارب اسماعيل يوسف. تاني كل اللي بيحارب اسماعيل يوسف هو مزعل الحاج والدتك في ايه؟ يعني انا عايز هو اسماعيل يوسف ده يعني انا مش فاهم، كان متجوز جوز امك وطلقها حاجه غير طبيعيه. هو في ايه؟ ده الراجل بقول له روح سافر نيجيريا جاهز، يروح هو هاني سافر. يروح مش عارف مين، يروح في منتهى الادب والاحترام. يقول لك يا عصفوره، عصفوره يعني انا عصفوره على مؤمن، طب انا اللي جاي مؤمن. عصفوره على مين؟ على علاء، طب انا اللي كاتب عليها وجايبه. يعني هو عصفوره على الناس اللي انا جايبها. عيب. نادي الزمالك نادي كبير، بس طبعا قبل ما انهي بشكر خالد رفعت. اتفضل. بشكر شريف اسلام النائب بتاعه. بشكر يحيى، فين يحيى؟ يحيى علي فين؟ فين هو؟ يحيى واحمد احمد يحيى الاثنين فين؟ يحيى واحمد يحيى. بشكر يحيى علي وكيل اللاعبين. بشكر احمد يحيى. بشكر سيد مرعي. بشكر بيدو. بشكر محمد شيحه. وقايل ان انا اقول اشكر اثنين ما ناموش. احمد مرتضى مهندس الصفقات الجديده اللي انا اديته تفويض مجلس اداره اداله تفويض، استشار احمد جلال، حازم بيه، لحاب هاني زاده، ده احمد يحيى طبعا نشكره جدا. فين يحيى علي؟ بنشكر احمد مرتضى اللي ساب بيته وعياله وسافر كذا مره عشان يخلص ستانلي. نشكر امير مرتضى اللي تعبهم قوي قوي، سافر على حسابه. يعني هو سافر هو احمد يحيى. يحيى علي سافر. تعالى ابراهيم، انا اخوي اريد اهلاوي بس مش مشكله. امير مرتضى سافر كذا مره على حسابه. هو انا لما يكون عندي عضو في النادي يسافر على حسابه عشان يخلص لاعب زي السلبي بدل ما اشكره اشتمه؟ عيل عامل مداخله يقول لك ايه؟ هي عزبه مرتضى منصور ولاده. ايوه ما دام بنجيب لعيبه محترمه وعملنا نادي محترم يليق يعني انا مش عايز اقول افضل نادي في العالم انشائيا دلوقتي، ايوه اثبتنا. ما دام انت بتتعبك، ايوه مرتضى بيعمل التشكيل والتغيير والخطه، ايوه ما دام ده بيتعبك وبيخليك انت وامك تتجننوا، ايوه احنا بنتعامل مع ناس محترمه، جايزه محترمه. كنت سالت محمد حلمي قبل كده قال لك عمري الكلام ده ما حصل. وسالته حازم امام عمره ما حصل. وادي مؤمن نفس الكلام. فعايز اقول للعيال اللي قاعد بتدافع على النت والكبورت اللي ضارب ده، اتقوا ربنا وقول لجماهير الزمالك افرحوا بالفريق بتاعكم، افرحوا بولادكم، وان شاء الله السنه الجايه باذن الله الزمالك ان شاء الله يحصل كل البطولات، وباذن الله ان شاء الله الكاس للزمالك باذن الله بامر الله بفضل الله ان شاء الله، وابطال الدوري للزمالك باذن الله، والسوبر للزمالك باذن الله بامر الله، وهنلعب في كاس العالم للانديه. نادي الزمالك ظلم 2002 اول نادي وصل كاس العالم للانديه في اسبانيا كان نادي الزمالك، ولولا حصل ظروف ماليه في الشركه الراعيه كان الزمالك واول نادي خد ابطال افريقيا 5 مرات كان نادي الزمالك. بنشكركم، ربنا يوفق اولادنا ويوفق الجهاز، والمدير الفني الاجنبي خلال اسبوع هيكون موجود، وانا واثق في الولاد الموجودين. طبعا بشكر مجلس الاداره احمد جلال والدكتور حازم ياسين علي صندوق والولاد الشباب اللي تحت السن مصطفى وشريف والمهندس هاني زاده والحاب. احنا بنشتغل فريق متعاون، مفيش حد عنده عزبه حد، محدش بيشتغل عند حد، اللي بيمد ايده بيتعب بيساعد. انا قلت لكم امير سافر بلجيكا على حسابه هو احمد يحيى، ما كلفش نادي مليم، وخلص صفقه ستانلي مع احمد مرتضى ويحيى علي وابراهيم. انا بشكركم، بشكر ماجد سامي طبعا، بشكره شكر جزيل. بشكر السيد الفريق محمد فريق حجازي اللي في ثانيه خدنا ثانيه في موضوع الونش، ثانيه ادانا للسجنه. بشكر سمير حلبيه واقول والشركه الاخرى بتاع ايرلي، واقول يا جماعه
نحن نتعامل بندق الباب بتاع النادي الاول، احنا ما بنردش على اللاعب ونخبيه وبعدين اللاعب يوصل ابو 2 مليون يوصل له 12 و13 و14 مليون. احنا بنجيب اللاعب اللي احنا محتاجينه بالمبلغ اللي هو يستحقه. بشكركم وان شاء الله باذن الله نتمنى للزمالك التوفيق. استاذنك 5 دقايق صورة جماعية يا رجالة، صورة في الملعب.